مهما يكن ومهما كانت النتيجة قدام ريال مدريد، هيفضل النادي الاهلي مشرف مصر والوطن العربي كله. كفاية ان كان عندنا امل يا جماعة اننا نكسب الريال، وده في حد ذاته انتصار وثقة في الفريق ده. وحتى لعيبة ريال مدريد عارفة قيمة الاهلي، وهقول لكم ليه. لان لاعب ريال مدريد رودريجو بيقول ان الماتش قدام النادي الاهلي كان ماتش ممتع جدا، وانه فريق صعب جدا، وان الفوز قدام فريق زي ده ما كانش سهل خالص رغم النتيجة الكبيرة دي. وكمان بيقول انهم واجهوا خصم صعب جدا، وانه عمل لفريق ريال مدريد متاعب كتيرة، وكمان جالهم فرص كتيرة كانوا ممكن يسجلوا اكتر من هدف، وان الريال لعب بطريقة كويسة جدا، وانهم حققوا الفوز الاهم ليهم قدام نادي كبير زي الاهلي. حتى اللاعب فالفيردي قال على الهدف بتاعه اللي جابه في الاهلي ان تسجيل هدف في شباك الاهلي امر اكتر من رائع. بجد شرفتونا بادائكم الجميل ده، وان شاء الله ترجعوا بالبرونزية بالفوز على فريق فلامينجو في ماتش تحديد المركز الثالث.